بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام ويسره لنا، وشرع لنا التكبير شكرا على الختام، فقال الحنان المنان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فبعد استطلاع هلال شهر شوال نفيدكم بعدم ثبوت رؤية الهلال هذا المساء، وعليه فسيكون الغد السبت المتمم ل30 رمضان، ويكون عيد الفطر بمشيئة الله تعالى من بعد غد الأحد غرة شوال لعام 1441 للهجرة، الموافق ل24 من مايو عام 2020 للميلاد. وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ندعو الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ويجعله عيد يمن وبركة، عيد رحمة وفرج، وأن يعيده علينا بالأمن والأمان، وأن يحفظ بلادنا والعالم أجمع من البلاء، ويقينا شر الوباء، إنه على ما يشاء قدير. أيها المشاهدون والمشاهدات، ونحن نستقبل عيد الفطر بزهوه وبهجته وأنسه وفرحته، كان لزاما الإشارة إلى بعض أحكام هذا العيد الذي يأتي في ظروف غير مسبوقة. أولاً، نظراً لسريان حظر التجمع حماية للأرواح من أن تهلك بجائحة فيروس كورونا، فلن تقام بمشيئة الله صلاة عيد الفطر هذا العام في الميادين والساحات العامة أو في المساجد والجوامع. ثانياً، حكم صلاة العيد هي سنة مؤكدة عند الجمهور، وقتها يبدأ عند ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد حوالي نصف ساعة من طلوع الشمس. وبتوقيت مدينة أسمرة يبدأ وقت صلاة العيد في 6:24 صباحاً، وينتهي وقت صلاة العيد بابتداء زوال الشمس، أي ببدء دخول وقت صلاة الظهر. ثالثاً، صلاة العيد من السنة أن تقام صلاة العيد في الصحراء، أي في مصلى مفتوح، وهو ما عليه الجمهور، وتصلى جماعة، ثم تليها خطبة العيدين. وحيث يتعذر إقامتها جماعة في مصلى حالياً، فهل يمكن أن يصلي الفرد أو الجماعة صلاة العيد في المنزل؟ يجوز عند الجمهور خلافاً للحنفية، فيمكنك أداء صلاة العيد في المنزل فرداً أو جماعة، ولكن دون خطبة العيد. وأكرر: ولكن دون خطبة العيد. وكيفيتها: صلاة العيد ركعتان تؤدى كأية صلاة أخرى، ولكن دون أذان ولا إقامة، مع تكبيرات زائدة. فيبدأ المصلي صلاته بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر 7، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقرأ الفاتحة وسورة جهرا، ثم يكبر للركعة الثانية، فيأتي بعدها ب5 تكبيرات متوالية، فيقرأ الفاتحة وسورة. ومن السنة الأكل قبل الصلاة، وإن كانت تمرات وترا فهو الأفضل، وإن لم يجد فعلى ما تيسر. رابعاً، التكبير. يستحب التكبير جهراً عند الجمهور، فرداً أو جماعة، في عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، أن ينتهي التكبير بالقيام لصلاة العيد، وصيغته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر،
لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن شاء زاد: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، إلى آخر الصيغة التي تختم بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وعندما تكبر الله تذكر أنه تكبير فرح يتعالى من أنفاس طابت في بوتقة الجوع لتعلن عن النجاح في قهر النفس وكبح جماح الشهوة تقربا إلى الله. واعلم أنه تكبير لتجديد العهد أمام الله للدوام على الطاعة واستثمار زاد الصيام في العام بل والعمر كله. خامسا: زكاة الفطر، وهي واجبة على كل من لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله لليلة العيد ويومه عند الجمهور، ومقدارها صاع طعام من غالب القوت، وقدر الصاع بنحو 3 كيلوات. ولمن يريد إخراجها نقدا فقد قدرت بقيمة القمح بأسمرة ب45 نقفة عن كل فرد، ومن زاد على ذلك فقد زاد أجره. وعلى المقيم خارج أسمرة أن يقدرها حسب القيمة في منطقته. وقتها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تعجيلها وتأخيرها عن صلاة العيد مكروه، ولكن إن أداها في يومه لم يأثم، فإن لم يخرجها حتى غابت شمس يوم العيد يأثم، ولكن لا تسقط عنه، بل وتبقى زكاة الفطر في ذمته دينا لله يجب عليه قضاؤها. سادسا: فرح التوفيق للطاعة. هذه الأيام أيام فرح وسعادة، إنه فرح بتوفيق الله تعالى للطاعة، فلا تأسف لعدم تمكنك من مزاولة أنشطة اعتدتها في العيد، وابحث عن البدائل كالتهنئة عبر وسائل اتصالات توفرت في عصرنا، حرصا على حياتك التي هي أغلى ما تملك، وأخذا بالأسباب. وإذا نجاك الله من هذه الجائحة فأمامك بعون الله أعياد عديدة لتحتفل فيها كما تشاء. أما إذا خالفت التوجيهات فقد عرضت نفسك لخطر الإصابة التي لا سمح الله قد تودي بك إلى الوفاة. فكل خسارة يمكن تعويضها إلا خسارة النفس فلا عوض لها. إنها أيام قليلة ستمر مر السحاب وستطوى، ولن يبقى منها سوى العبر والعظات الكثيرة وحكايات تروى. توجه إلى ربك بخشوع وتضرع ليرفع عنا ما نحن فيه. اجعل الصبر والحمد زادك، والإلحاح بالدعاء إلى خالقك ذكرك، فإنه تعالى يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. سابعا: فرحة الأطفال بالعيد لا توصف، فعلى الوالدين تهيئة أجواء المنزل بحيث تنسيهم الخروج، ومن أدرى بما يحبه الأطفال ويجذبهم أكثر من الوالدين، والحرص على عدم إظهار مشاعر سلبية أمامهم لأنهم سريع التأثر. ولا ننسى أن في هذا العيد أطفالا يعانون من اليتم والفقر، فلندخل السعادة في قلوبهم بمد يد المساعدة لهم ولكل من في حاجة إليه. فلا تتم فرحة العيد إلا إذا شملت كل بيت وعمت كل فرد. وفي الختام نكرر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر إلى الشعب الإريتري عامة والمسلمين خاصة في الداخل والخارج، وإلى قوات الدفاع الإريترية
والعالم الإسلامي أجمع، داعين الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا، وأن يحفظ وطننا الغالي، ويديم علينا نعمة الأمن والوئام، وحيث إن عيد الفطر هذا العام يقترن مع عيد الاستقلال 29، مما يجعل المناسبات السعيدة تتعدد. نهنئ الشعب الإريتري وقيادته بحلول عيد الاستقلال، ونهنئ كل من شفي من هذا الفيروس بفضل الله، ثم بفضل العناية الفائقة، وندعوه تعالى أن يشفي المرضى عموما، ويرحم الذين توفوا في هذه الأيام الصعبة فحرموا من تشييع لائق، ونعزي كل من فقد عزيزا لديه وحرم من واجب العزاء والمواساة، أجرهم الله في مصابهم، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.